النهارده بداية الشغل بتاعتنا هتكون الدايرة السحرية. بتتعمل ازاي؟ بجيب طرف الخيط بالشكل ده واخليه قدامي، امسكه هنا بصباعي بالشكل ده والف بقية الخيط اهو على ايدي لفة بالشكل ده على شكل علامة اكس. يبقى وش الايد هعمل فيه اثبت فيه طرف الخيط بالشكل ده اهو، وهنا من ورا علامة اكس بالخيط بالشكل ده. هدخل الابرة اهو واخد الخيط بتاعي اهو بالصنارة دي وابدأ اشتغل تاني. نعملها تاني علشان نوضح الطريقة. ادي اهو ثبت الطرف بتاعي بالشكل ده وهلف الخيط اهو يبقى علامة اكس من ورا في ظهر الايد بالشكل ده، وادخل الابرة بالراحة كده واخد الخيط ده بالشكل ده تمام، وابدأ اشتغل بقى غرزة سلسلة. اعدل الخيط بتاعي، طبعا غرزة السلسلة مش هتدخل في العد بتاعي كده. انا عملت غرزة عملت اللي هي بداية الشغل بتاعتنا اللي هي الدايرة السحرية اللي هشتغل جواها الغرز بتاعتي. طيب هشتغل جوه الدايرة السحرية كام غرزة؟ هشتغل 7 غرز حشو بالشكل ده. طبعا دي قلنا مش محسوبة، دي بداية الشغل السلسلة دي. طيب هبدأ من هنا العد. ادي اول غرزة حشو اهي، غرز الحشو برضو عشان اللي اول مرة يشوفها معانا بالشكل ده. هدخل الابره كده جوه الدايره واسحب الخيط اللي على صباعي اهو اطلع بيه كده، بقى عندي غرزتين او لفتين من الخيط على الابره. هلف الابره على الخيط واسحب الخيط من الحلقتين كده، عندي غرزه الحشو اتكونت تمام. يبقى كده عندي غرزه 2 غرزتين حشو وانا عايزه اعمل 7. نعيد تاني اهو، هدخل الابره جوه الدايره السحريه والف الابره على الخيط واسحب الخيط اللي على صباعي بالشكل ده، بقى عندي حلقتين من الخيط على الابره. هلف الابره على الخيط واشد الخيط من الحلقتين وكده انا عملت غرزه الحشو. يبقى واحد اهي، 1 2 3 غرز حشو. اكمل ال7 بنفس الطريقه. طبعا نخلي بالنا في شغل الايد اهم حاجه نهتم بالعدد عشان ما يبقاش فيه لخبطه بعد كده. يبقى اهم حاجه اعد كويس واخلي بالي من العدد عشان يظبط الشغل معايا. وطبعا اشد الخيط بتاعي عشان ما يبقاش فيه اي كلكعه، لان انا عندي ايه هنا ده لو ما شدتهوش اهو، بصوا ده لو ما تشدش هيبقى هنا وسط الغرز هيعمل لي ايه كلكعه ويبقى الشغل مش حلو تمام وهيبوظ. طيب اكمل بقى بقيه الغرز بتاعتي ال7 اهو كده، 1 2 3 4 5 6 6 7. عملت 7 غرز حشو جوه الدايرة السحرية. اشد الخيط بتاعي اللي هو اللي كان مفرد ده كده، اشده كده لحد ما اقفل الدايرة بتاعتي بالشكل ده تمام اهو. وبرضو اتأكد من العدد بتاعي، ممكن اكون غلطانة تمام، على اساس ده اللي هيتبني عليه كل شغل بعد كده. ادي 1 2 3 4 5 6 تاني، 1 2 3 4 5 6 7. ادي ال7 غرز. طيب هقفل الدايرة بايه علشان اطلع الدور اللي بعده؟ بعد ما اشد كويس اهو هنزل الطرف ده تحت واجي في اول غرزة اهو وادخل الابرة كده بالشكل ده واسحب الف الخيط الابرة على الخيط واسحب الخيط بالشكل ده واطلع من الناحية دي ومن الناحية دي، ودي غرزة المنزلقة تمام. طلعنا من ناحيتين بالشكل ده وتكون عندي الدايرة السحرية وعملنا جواها 7 غرز حشو وقفلنا بغرزة المنزلقة. طيب هرتفع غرزة سلسلة واحدة، ادي غرزة السلسلة بلف الابرة على الخيط وبطلع، دي غرزة سلسلة واحدة تمام. وبعدين هعمل كل حشو في كل حشو 2 حشو تمام. انا عامله هنا 7، لما احط كل جوه كل غرزة حشو 2 حشو او فوقيها 2 حشو
هيبقى كده السبعة هيبقى 14. تمام. هشتغل هنا في اول غرزة اللي ارتفعنا فيها، هشتغل فيها غرزتين حشو. ادي اهي نفس النظام بتاع الغرز اللي تحت اللي احنا اتعلمناها. ادي غرزة وادي التانية. يبقى في غرزة الحشو الواحدة اللي تحت دي هعمل غرزتين حشو. يبقى الدور التاني هيبقى الناتج النهائي للغرز 14 غرزة حشو. ادي تاني غرزة حشو عملت فيها، ادي غرزة حشو، ادخل فيها تاني واعمل تاني غرزة حشو. يبقى فوق كل غرزة حشو غرزتين حشو، عشان يبقى الناتج بتاعي في الدور التاني او في السطر التاني 14 غرزة. تمام. هخلص الصف ده ونرجع نشوف هنعمل ايه. خلصنا السطر بتاعنا بالشكل ده، وعملنا فوق كل غرزة حشو غرزتين حشو. الناتج عندي 14. اتأكد من العدد. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 غرزة حشو. كده ماشيين مظبوط. هاجي في اول غرزة اللي هي دي وادخل الابرة كده اهو بالشكل ده، والف الابرة على الخيط واسحب من هنا واسحب من هنا اهو، اسحب من الناحيتين من هنا ومن هنا، من خيط الشغل اللي فيه الشغل الغرزة دي، ومن الخيط اللي على الابرة. كده قفلت بغرزة منزلقة تاني سطر بالشكل ده. طيب تالت سطر هعمل ايه؟ هرتفع برضو غرزة سلسلة واحدة. تمام. هشتغل ايه بقى؟ غرزة حشو في اول واحدة، وغرزة حشو التانية هشتغل فيها 2. يعني غرزة اول غرزة هشتغل فيها حشو واحدة، والغرزة التانية هشتغل فيها 2، وهكذا. اول غرزة هتقابلني اول عدد المفرد هشتغل فيه غرزة حشو، يعني 1 و3 و5 هشتغل فيها غرزة واحدة حشو. اما العدد الزوجي هشتغل فيه 2 غرزة حشو. يبقى هنا عملت سلسلة في اول غرزة، وفي اول غرزة برضو هدخل وهعمل غرزة حشو واحدة بس. طيب في غرزة الحشو رقم 2 اللي بعدها على طول هشتغل فيها 2 حشو. ادي واحدة ادي التانية. طب غرزة الحشو اللي بعدها رقم 3 هشتغل فيها ايه؟ غرزة حشو واحدة بس، وهكذا. تمام. يبقى غرزة حشو بعد كده غرزتين حشو، يعني غرزة هشتغل فيها غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها غرزتين حشو، وهكذا لحد ما اخلص السطر الثالث ونرجع نشوف هنعمل ايه. خلصت السطر بتاعي بالشكل ده اللي احنا اشتغلناه. اول غرزة اشتغلنا فيها غرزة حشو، تاني غرزة اشتغلنا فيها 2 غرزة حشو، وهكذا. تمام. طيب هنقفل ازاي؟ هاجي عند اول غرزة بدأت فيها اللي هي هنا، طبعا على العدد الناتج النهائي بتاع السطر الثالث 21 غرزة حشو. تمام. يبقى اشتغلت هنا تاني في الغرز الفردية اللي هي 1 و3 و5 اشتغلت غرزة واحدة حشو. في الغرز الزوجية اللي رقم 2 4 6 اشتغلت فيها غرزتين حشو. هقفل في اول غرزة بالشكل ده، وقلنا الناتج النهائي بتاع السطر الثالث 21 غرزة حشو. هقفل ازاي؟ هدخل الابرة بالشكل ده في اول غرزة اهو في الحلقتين بالشكل ده، الف الابرة على الخيط واسحب الخيط من ناحية دي ومن ناحية دي. كده قفلت السطر الثالث بغرزة المنزلقة. هرتفع للسطر الرابع بغرزة سلسلة واحدة. تمام. طيب هنشتغل ايه بقى؟ اول غرزة هتقابلني اللي ارتفعت فيها غرزة سلسلة، في الغرزة اللي ارتفعت فيها غرزة سلسلة واحدة هبدأ بقى الشغل ازاي بقى في السطر بتاعي ده الرابع. هبدأ في اول غرزة ارتفعت فيها غرزة سلسلة هدخل فيها نفسها واعمل غرزة حشو واحدة. تمام. ادي غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها اللي هي رقم 2 هدخل وهعمل فوقيها برضو غرزة حشو واحدة. طيب تالت غرزة هتقابلني هدخل فيها وهعمل 2 غرزة حشو. ادي غرزة وادي التانية 2 في نفس الغرزة. تمام. يبقى اول غرزة بعمل غرزة حشو واحدة، تاني غرزة بعمل غرزة حشو واحدة، تالت غرزة بعمل 2 غرزة حشو. تمام. همشي بنفس الترتيب لحد اخر السطر. اول غرزة غرزة حشو، تاني غرزة غرزة حشو واحدة، في الغرزة التالتة بعمل غرزتين حشو مع بعض.
في نفس الغرزة لحد ما اقفل السطر بتاعي، والناتج النهائي عندي في السطر الرابع. كملنا السطر بتاعنا بنفس الترتيب اللي قلنا عليه. اول غرزة حشو بعمل فيها غرزة حشو، تاني غرزة بعمل فيها غرزة حشو، التالتة بعمل فيها غرزتين مع بعض لحد ما خلصت السطر الرابع، وكان العدد النهائي عندي 28 غرزة. طيب هقفل السطر بتاعي ازاي؟ باجي في اول غرزة حشو وبدخل الابرة بالشكل ده وبعمل غرزة المنزلقة، بسحب الخيط من ناحية دي ومن ناحية دي، وهي دي غرزة المنزلقة. ارتفع غرزة سلسلة واحدة عشان هبدأ في السطر الخامس بتاعي. تمام. طب عايزة اعد السطور بتاعتي عشان نعرف العدد بتاعنا مظبوط ولا لا. ادي سطر، دايرة، 2 3 4، ماشي، دايرة 2 3 4، وده اللي هشتغله هو الخامس. تمام. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نعد الغرز وازاي نعد الصفوف بتاعتنا. طيب نخلي بالنا ان طريقة الدوائر دي بتنفعني بستخدمها في طريقة الطواقي بتاعت البيبيهات او حد كبير، بستخدمها برضو لما اجي اعمل عرايس امجرومي، وبستخدمها لما بعمل اي دايرة واشتغل بيها الشغل اللي احنا هنشوفه دلوقتي، او مفرش دائري او الشنطة هنشوف طريقتها ازاي. يعني في اي دايرة بنشتغل بنفس الطريقة دي. تمام. طيب بعد ما ارتفعنا سلسلة واحدة في السطر الخامس هشتغله ازاي بقى؟ الترتيب بتاعه هدخل في نفس الغرزة اللي عملت منها السلسلة، وهعمل غرزة حشو واحدة اهي. في تاني غرزة هتقابلني هعمل برضو غرزة حشو واحدة. في تالت غرزة هدخل وهعمل غرزة حشو واحدة. تمام. اما في رابع غرزة حشو هتقابلني هعمل فيها غرزتين حشو. ادي واحدة وادي التانية في نفس الغرزة. يبقى اول غرزة حشو غرزة حشو، تاني غرزة حشو فيها غرزة حشو، تالت غرزة حشو فيها غرزة حشو. كل دي ايه؟ غرز واحدة بس. هاجي لكن في رابع غرزة حشو هشتغل فيها غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة. تمام. هشتغل بنفس الطريقة. اول غرزة هتقابلني جواها غرزة، تاني غرزة جواها غرزة، تالت غرزة جواها غرزة. هاجي في رابع غرزة حشو هعمل غرزتين حشو، وهكذا بنفس الطريقة. هخلص السطر ده ونشوف بقى شكله ازاي مع بعض. خلصت السطر بتاعي اللي هو السطر الخامس بالشكل ده، اشتغلنا بنفس الترتيب اللي قلنا عليه، وكان الناتج بتاعي لمجموع الغرز اللي اشتغلتها 35 غرزة حشو. تمام. هنقفل السطر بتاعنا في اول غرزة زي ما احنا متعودين بغرزة منزلقة بالشكل ده. تمام. وهرتفع غرزة واحدة سلسلة علشان السطر السادس. طب السطر السادس ايه ترتيب الشغل بتاعه؟ في اول غرزة اللي عملت فيها غرزة السلسلة بدخل فيها وبعمل اول غرزة حشو. تمام. يبقى ده السطر السادس، عملنا فيها اول غرزة عملنا فيها غرزة حشو. طيب الغرزة اللي بعدها هعمل برضو غرزة حشو واحدة، الغرزة اللي بعدها هعمل غرزة حشو واحدة. يبقى كده كام غرزة حشو واحدة؟ 1 2 3. في الرابعة برضو هعمل غرزة حشو واحدة. يبقى كده 4 غرز، فوق كل غرزة غرزة واحدة. طيب في خامس غرزة حشو، في الخامسة هعمل غرزتين حشو. يبقى في خامس غرزة حشو هعمل بس غرزتين حشو، لكن في الباقيين اللي هي 1 و2 و3 و4 بعمل غرزة حشو واحدة. هشتغل بنفس الترتيب وبنفس الطريقة. يبقى اول غرزة اشتغلت فيها غرزة اهي، تاني غرزة اشتغلت فيها غرزة، تالت غرزة اشتغلت فيها غرزة، رابع غرزة اشتغلت فيها غرزة حشو واحدة، لكن في الخامسة عملت غرزتين حشو. هنشتغل بنفس الترتيب مع بعض بنفس الطريقة لحد ما نقفل السطر بتاعنا ونيجي نشوف اتكون عندنا كام غرزة حشو. خلصنا السطر بتاعنا اللي هو رقم 6 بالشكل ده، وعملناه بنفس الترتيب اللي هو غرزة حشو في الأولانية، غرزة حشو في التانية، غرزة حشو في التالتة، غرزة حشو في الرابعة، وفي الخامسة بعمل غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة. طيب قفل معايا عدد الغرز على كام؟ قفل معايا السطر السادس على 42 غرزة حشو. بقفل السطر بتاعي زي ما احنا متعودين بغرزة المنزلقة. تمام. وهرتفع برضو غرزة سلسلة واحدة بالشكل ده. طيب
في السطر السابع بقى هنشتغل ازاي؟ هنشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو، في اول غرزة وفي تاني غرزة وفي تالت غرزة وفي رابع غرزة وفي الخامسة، فوق كل غرزة غرزة واحدة. لكن في الغرزة السادسة هشتغل غرزتين حشو مع بعض. ادي اهي ارتفعت هنا غرزة سلسلة، بدخل فيها نفسها وبعمل غرزة حشو واحدة. ادي اول غرزة، الغرزة اللي وراها هعمل غرزة واحدة بس. تمام. الغرزة التالتة هعمل فيها غرزة واحدة بس، كده 3. الغرزة الرابعة هعمل غرزة حشو واحدة بس. الغرزة الخامسة هعمل غرزة حشو واحدة بس. طب الغرزة السادسة هعمل فيها غرزتين حشو، يبقى بشتغل 5 غرز حشو فوق كل غرزة غرزة. لكن في الغرزة السادسة بشتغل فيها غرزتين حشو في نفس الغرزة. تمام. هفضل امشي بنفس الترتيب وبنفس النظام لحد ما اقفل السطر بتاعي، وده السطر السابع، ونيجي نشوف هنعمل ايه وقفل على كام غرزة. خلصنا السطر بتاعنا بالشكل ده، وعملنا فوق كل غرزة حشو واحدة. ده الكام غرزة؟ 5 غرز. اما في الستة عملنا غرزتين حشو، يبقى في الخمسة الاولانيين اول 5 غرزة حشو، في الستة بعمل غرزتين، وهكذا بنفس الطريقة. ده السطر السابع وقفل معانا على 49 غرزة حشو. هقفل السطر بتاعي السابع بالشكل ده زي ما احنا عارفين وشوفنا قبل كده بغرزة منزلقة. تمام. وهرتفع غرزة سلسلة واحدة. طيب السطر الثامن هشتغله ازاي؟ هشتغل فوق كل غرزة حشو لمدة كام غرزة؟ 6 غرز. يعني ادي اول غرزة ارتفعت فيها غرزة سلسلة، هدخل فيها وهعمل غرزة حشو واحدة. تمام. يبقى دي اول غرزة. التانية هعمل فيها غرزة برضو واحدة. التالتة هعمل فيها غرزة حشو واحدة. الرابعة غرزة حشو واحدة. الخامسة غرزة حشو واحدة. ادي اهي 1 2 3 4 5. في الستة هعمل غرزة حشو واحدة. طب في الغرزة السابعة هعمل غرزتين حشو. ادي غرزة وادي التانية، يبقى اول 6 غرز بيقابلوني بعمل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو. اما في الغرزة رقم 7 بعمل فيها غرزتين حشو مع بعض. تمام. ده السطر رقم 8. هنمشي بنفس الطريقة لحد ما نشوف السطر بتاعنا يبقى شكله ايه وهقفل على كام غرزة. خلصنا السطر الثامن بتاعنا بالشكل ده، وعملنا فوق اول 6 غرز بتقابلني 6 غرز حشو. لكن في الغرزة رقم 7 بعمل غرزتين مع بعض في نفس الغرزة، ومشينا بنفس الطريقة دي كل السطر. طيب السطر الثامن كده بتاعنا قفل على كام غرزة؟ قفل على 56 غرزة حشو. هنقفل بنفس الطريقة اللي عملناها في السطور اللي فاتت. في اول غرزة بدخل وبعمل غرزة منزلقة وبرتفع بغرزة سلسلة واحدة. هبدأ بقى اعمل في السطر التاسع. السطر التاسع، طب اتأكد ازاي؟ نعد السطور بتاعتنا، نتأكد ازاي ان السطر التاسع ولا لا. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى اللي جاي هو التاسع. كده تمام ومظبوط. عملنا اول غرزة سلسلة هنا اهو في البداية للسطر التاسع. هدخل في نفس الغرزة، في نفس غرزة الحشو اللي عملت فيها ارتفعت فيها غرزة سلسلة، وهعمل غرزة حشو واحدة. تمام. وفي تاني غرزة هعمل غرزة حشو واحدة. في تالت غرزة هتقابلني هعمل غرزة حشو واحدة. وفي رابع غرزة حشو هعمل غرزة حشو واحدة. وفي الخامسة هعمل غرزة حشو واحدة. وفي غرزة الحشو السادسة هعمل غرزة حشو واحدة. وفي غرزة الحشو السابعة هعمل غرزة حشو واحدة. طيب في التامنة بقى، تامن غرزة حشو هتقابلني هعمل فيها غرزتين حشو. تمام. يبقى اول 7 غرز كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة، لكن في التامنة بعمل غرزتين حشو مع بعض. تمام. وهمشي بنفس الطريقة والترتيب لنهاية السطر بتاعي
ونرجع نشوف السطر التاسع بتاعنا قفل على كام غرزة حشو. خلصنا السطر التاسع بتاعنا بنفس الترتيب بالشكل ده، واخلي بالي اثناء الشغل ما فوتش ولا غرزة الا لما اشتغل فيها نفس الترتيب طبعا اللي قلنا عليه. ممكن برضو الشنطة دي اشتغلها بخيط السلسلة هيبقى حلو برضو معايا. طيب هنقفل السطر التاسع وقلنا الغرز بتاعته 63 غرزة، السطر التاسع 63 غرزة حشو. طيب هقفل السطر بنفس الطريقة اللي احنا عارفينها بالشكل ده اهو، بغرزة المنزلقة. ادي غرزة المنزلقة، هرتفع غرزة سلسلة واحدة. طيب في السطور بقى اللي بعد كده هشتغل ازاي؟ همشي بنفس الترتيب اللي فات ولا هعمل ايه؟ لا، هشتغل لحد الصف ال14 اللي هو السطور، لحد السطر ال14. انا في السطر التاسع لحد ال14 هعمل ازاي؟ من دلوقتي من العاشر لل14 هعمل ايه بقى؟ الزيادات. هشتغل 12 غرزة فوق كل غرزة حشو غرزة حشو، ولكن في الغرزة رقم 13 هعمل فيها غرزتين حشو. تمام؟ يبقى السطر العاشر وال11 وال12 وال13 وال14 هشتغلهم بنفس الطريقة. هعمل 12 غرزة حشو فوق كل غرزة حشو غرزة حشو، وفي الغرزة ال13 هعمل فيها 2 حشو. تمام؟ هخلص السطور لحد الصف ال14 ونرجع نشوف بقى شكلهم ايه. خلصنا السطر رقم 14 اهو بالشكل ده، فردنا الشغل بتاعنا. الشغل بتاعنا دايرة مفرودة مش مقوصة، وده دليل ان احنا كده ماشيين صح. تمام؟ ده كده السطر ال14 ومشينا بنفس الترتيب. اول 12 غرزة فوق كل غرزة غرزة حشو غرزة حشو، لكن في الغرزة رقم 13 عملنا غرزتين حشو بالشكل ده اهو لحد ما وصلنا ل14. وكان الناتج النهائي بتاعنا بتاع السطر رقم 14 88 غرزة حشو بالشكل ده، ومفروض معايا الشغل، يبقى كده الشغل بتاعي مظبوط. طيب هنبدأ السطر بتاعنا اللي بعد كده ازاي؟ طبعا احنا خلاص انا بالنسبة لي الدايرة دي كده مقاسها مناسب. طبعا لو حد شغال بخيط ارفع من ده يوصل للمقاس اللي هو عايزه واللي محتاجه في الشنطة بتاعته. تمام؟ علشان بعد كده هنستخدمها ازاي؟ هنكنس الجنب ده كده بالشكل ده اهو، وده اللي هيبقى اللي هنعلق فيه السوستة من هنا. تمام؟ فكل واحد يشوف الايه المقاس اللي مناسب ليه. طيب احنا عايزين نعرف دلوقتي المقاس بتاعه، القطر بتاع الدايرة بتاعتنا دي مقاسها قد ايه؟ هنقيسها دلوقتي. ادي اهو قطر الدايرة بتاعتنا اهو 28 سنتي. تمام؟ ده بالنسبة لسمكة الخيط اللي انا ماشية بيه. لو حابة اكبر من كده لو حابة اصغر بتشتغلي نفس الخطوات لحد ما توصلي للمقاس اللي انتي محتاجاه. تمام؟ انا كده تمام، المقاس ده بالنسبة لي كويس. تمام؟ هنشوف بعد كده الشغل اللي بعد كده يبقى ايه. يبقى بالنسبة للدايرة كده انتهى الشغل بتاعها. هنعمل بقى جسم الايه الشنطة اللي هي البومبي ده اللي من قدام، هنشوف هنعمله ازاي مع بعض. عملنا الدايرة بتاعتنا بالشكل ده نفس التزايدات اللي مشينا بيها، واعرف ازاي ان انا ماشية مظبوط وان الدايرة عندي طالعة مظبوطة، ان هي بتبقى مفرودة معايا مش مرفوعة من الطرف ده او نازلة او كده او مشدودة، لا بتبقى مفرودة كده زي ما احنا شايفين. انا هنا وصلت للصف رقم 14 وعملناه بنفس التزايدات، الغرزة فوق كل غرزة لحد 12 غرزة حشو، لكن في الغرزة رقم 13 بعمل فيها غرزتين حشو. تمام؟ ادي شكلها النهائي. ممكن اعمل بيها مفارش، ممكن اعمل بيها شنطة على حسب. اتمنى فيديو الدايرة بالتزايدات يكون عجبكم وتنفذوها، واشوفكم على الف خير في فيديو جديد.